تعالوا معايا اول الماتشات الوديه تجهيزي للموسم الجديد يا نجوم مصر. جبت جون وعملت اسيست. تعالوا بقى نتفرج كلنا من اول اليوم وكانوا بيعاملوني كده ليه. وتعالوا اوريكم حالي قبل الماتش بيوم. كنت تعبان ورحت جبت دواء من الصيدليه، بس الحمد لله يعني صحيت كويس وفطرت فطار كويس. متحركين بقى على الملعب يا نجوم مصر. وصلت المريوطيه طبعا، وكنا رايحين نلاعب نادي الشرقيه للدخان، بس فريق الشركه الفريق الاول. وطبعا اخويا باهر اللي كان واخدني معاه الماتش ده. واول ما دخلت بقى اتفاجئت من الارضيه يا نجوم مصر، مش ارض ملعب. المهم لعبت في مركز جديد بقى النهارده يا نجوم مصر. طبعا هم بدأوا علينا بجون زي ما انتم شايفين، واتفرجوا بقى على رد الفعل. هم جابوا من هنا الجون وانا اسكت؟ لا يا نجوم مصر، اتفرجوا بقى على الاسيست اللي ما يقلش حاجه عن وش رجل مودريتش. بهزر طبعا، انا سايب لكم انتوا التقييم. لعبتها بوش رجلي للراجل من ورا الدفاعات كلها. انتوا بس اللي تقدروا تقولوا لي ايه رايكم في الاسيست ده من مركزي الجديد. وطبعا كنت بلعب مركز 8 النهارده، وعملت كل حاجه في الاسيست ده. استلام من تحت، ضغط ودوران واسيست. وهنا بقى ميزه ان انا متاسس على الاسكان، اخدت بالي من الراجل اللي في ظهري وبصيت على طول بوش رجلي. هنا بقى يا نجوم مصر الحمد لله بنزل استلم وبعمل الاسكان ولا بيفرق معايا اي حد. وعشان تلعب في نص الملعب لازم يبقى عندك ثقه في نفسك. هنا الراجل ده دخل لقيته مهزوز كده، رحت جاي قايل له طب تعالى. طبعا بصيت لقيت نفسي اروح في وسط خمسه لوحدي، رحت جاي حاولت ارجع بيها بلم الراجل ده، قام عمل معايا زي ما انتوا شفتوا كده. هنا استلام تحت ضغط تاني في وسط ثلاثه، رحت جاي لافف ما لقيتش حد. وطبعا ما حدش يقول لي انت بتحنكش، انا بلف عشان ابصيها واخرجها من رجلي صح. وتعالوا اوريكم بقى انا هخرج الفرقه كلها من تحت الضغط ده كله ازاي. بصولي وانا حوالين الاتنين، عديت كده من الراجل ودخلت من وسط الاتنين ولا اي حاجه، ولا بيفرق معايا حد في نص الملعب. وده مش غرور يا نجوم مصر، ده لازم تبقى واثق في نفسك لو انت بتلعب لعيب نص ملعب. هنا الكره اتشتت من عندنا وكانوا هيستلموها. المهم استلمت انا الكره قبله كده بذكاء وحطيت جسمي، واستحاله تاخد الكره مني لو الكره قدامي. وطبعا خدنا منها فاول يا نجوم مصر. وطبعا بلعب ضد فرقه كبيره زي فرقه الشرقيه للدخان، مش فرقه صغيره خالص، علشان الناس اللي كانت بتقول لي انت بتعمل لقطات قصاد الفرق الضعيفه بس. وطبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله انا مش لعيب لقطه خالص، لا انا لعيب عارف واجبات مركزي وبلعب السهل الممتنع واللمسه واللعبه. ويا نجوم مصر اتمنى ما تخلطوش بين التيك توك وبين حياته الواقعيه. انا راجل لعيب كوره باكل عيش منها برضو عادي خالص. ولان ما بقاش في مهاره في مصر، فان انا اعمل زي ما انا بعمل كده والم واعدي براحتي، وان انا يبقى عندي ثقه في نفسي، بقى اسمها في مصر لقطه، ما بقاش اسمها ان انت لعيب حريف وبتعدي. وزي ما انتم شايفين بقيت اتحكم في رتم اللعب على الاخر وبمزاجي، هديه وقت ما هديه واجمعه وقت ما اجمعه. وشايفك اللي هناك اللي كنت بتقول عليا ان انا ما بعرفش العب، مش هقول لك ان انا اجمد لعيب في مصر، بس الحمد لله واثق في نفسي ثقه 100%. وده الجون اللي انا جبته بقى، استغليت غلطات الاتنين وغلطه الحارس ورحت جاي حاططها في الجون. قيم لي ماتش الشرقيه للدخان من 10 بقى يا نجوم مصر، واستنوني بقى في فتره الاعداد الموسم الجديد يا نجوم مصر.